السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الفيديو تاع اليوم بلاغ من الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين. جاء في البلاغ، قبل ما ندخلوا في التفاصيل ما تنساوش تفعلوا لنا باش نجيب لكم دائما جديد. مرحبا بكم. إذا البلاغ يقول: الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يكذب أي إضراب مرتقب. هذه الدعوات إشاعات مغرضة لا أساس لها من الصحة ولا تمثل موقف التجار أو الاتحاد. هذه الحملات المضللة تهدف لزعزعة استقرار السوق والتشويش على التجار والمواطنين. هذه الحملات المضللة لن تنجح أمام وعي التجار وإدراكهم لمسؤولياتهم الوطنية. التجار والمتعاملين الاقتصاديين سيواصلون فتح محلاتهم وممارسة نشاطهم بانتظام. سنأخذ كل الصعوبات التي يواجهها التجار على محمل الجد. يواصل الاتحاد العام في بلاغه: نعمل مع حكومة ووزارة التجارة لإيجاد حلول عملية لمعالجة التحديات. اتحاد التجار يدعو الناقلين وسيارات الأجرة إلى العودة لممارسة نشاطهم. اتحاد التجار يهيب بالتجار والحرفيين والمتعاملين الاقتصاديين لفتح محلاتهم يوم الخميس 8 جانفي. إذن كان هذا هو البلاغ من الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وهو يكذب أي إضراب مرتقب. مع السلامة في فيديو آخر إن شاء الله.